أي تقرير مالي قيمته صفر لو الأرقام فيه متجمعة من غير شروط دقيقة. كتير مننا بيجمع الأرقام صح لكن من بيانات غلط وساعتها النتيجة بتطلع مضللة. يبقى هنا دور إيه؟ هنا دور sum ifs، ده اللي بتجمع بشروط معينة. يلا بينا نتعلمها مع بعض. لو أنا عندي مثلا الجدول ده مكون من مبيعات مناديب معينة خلال 365 يوم خلال السنة كلها، عاوز أجمع مبيعات كل مندوب معين خلال شهر معين. يعني مثلا عاوز أجمع مبيعات المندوب اللي اسمه محمد خلال شهر يناير وخلال شهر فبراير ومارس، والمندوب اللي اسمه أحمد وعلي وإبراهيم وخالد ومحسن، وهكذا. إزاي أعمل ده؟ أعملها بإيه؟ بدالة sum ifs، لأن دالة sum ifs بتجمع بشروط معينة. يلا مع بعض هنيجي في الخلية اللي عايزين نجمع فيها وهنقول بتساوي sum ifs ونفتح قوس السم رينج، هنقول بتساوي sum ifs ونفتح قوس الرينج اللي احنا هنجمعه موجود في العمود دي، هنعلم عليه كامل، كوما الكريتريا رينج واحد الشرط الاولاني موجود فين؟ في العمود سي، نعلم عليه بالكامل، وكوما كريتريا فين؟ اللي هو المندوب اللي اسمه محمد، وكوما تاني الكريتريا رينج 2 اللي هو الشرط رقم 2 هيكون في العمود A، وكوما والكريتريا بتاعته موجوده اللي هو يناير، ونقفل القوس وانتر. اداني محمد اجمالي مبيعاته في شهر يناير 148,000، وكذلك هنقدر نعملها مع احمد، هنقول بتساوي sum ifs ونفتح قوس الرينج بتاعنا موجود في العمود الدي، كوما الكريتريا واحد رينج الشرط الاولاني موجود هنا في العمود سي، كوما اللي هو اسم المندوب احمد، كوما تاني الكريتريا رينج 2 اللي هو العمود A الشهور، كوما واسم الشهر، ونقفل القوس وانتر. يبقى احمد اجمالي مبيعاته في شهر يناير 139. نقدر برضو نسحب المعادلات بتاعتنا للرينج كله، هنيجي هنا ونفتح المعادله نتك عليها دبل كليك علشان هنشوف ايه المتغير وايه الثابت. السم رينج له اف 4 تمام، الكاريتريا رينج واحد ثابته برضو نحط لها اف 4، الكاريتريا اللي هو المندوب اللي اسمه محمد لو انا هسحب المعادله على عمود كامل هيبقى المندوب اللي اسمه محمد ثابت، الرينج بتاع الكاريتريا 2 اللي هو العمود A ثابت برضه، اي 4 اللي هو الشهر متغيره، يبقى انتر ونسحب المعادله معانا كده، يبقى انا سحبت المعادله على جميع الشهور. لو جيت برضه وقفت على المعادله كده هشوفها هلاقيها ظاهره معايا، وبرضه عند احمد هنيجي نسحب المعادله كده، طبعا ما عملتش معانا جابتها صفار، ليه؟ لان احنا ما ثبتناش الثابت بتاعنا. هنيجي عند المعادله احمد ونقول الدي اللي هو الدي ثابته والسي ثابت والجي 3 اللي هو المندوب احمد ثابت والرينج الكاريتري 2 ثابت، المتغير فقط اللي هو التاريخ، وندي انتر ونسحب المعادله بتاعتنا. طب انا لو عاوز اسحب المعادله على الصفوف كده هاجي هنا هكتب المعادله من جديد، هنقول بتساوي sum ifs ونفتح قوس السم رينج الدي دي طبعا ثابته هندي لها اف 4 كوما الكاريتريا رينج واحد اللي هو ايه المندوب، طبعا الكاريتريا رينج ثابت نعملها باف 4 عشان نثبتها، وبعدين كوما هنيجي بقى على المندوب علي، طبعا احنا هنعمل دلوقتي عايزين نسحب على الصف كده، فاحنا في علي مش هنثبته لان احنا عايزين ينقل معانا علي وابراهيم وخالد ومحسن، تمام مش هنثبته، كوما الكاريتريا رينج 2 اللي هو الشرط الثاني اللي هو الكولوم A، وبعدين كوما تاني وبعدين الشهر ونثبت الشهر معانا قوس كده، نقدر نسحبها بالمنظر ده. لما سحبناها طبعا ما جابتش معانا ليه؟ يبقى في كده في حاجه ما اتثبتتش صح، هنرجع تاني ونبص هتلاقي الرينج بتاع الكاريتريا رينج 2 ما اتثبتش، نعمل له اف 4 وانتر ونسحب، سحبت وجابت معانا الارقام اهي لان احنا كده ثبتنا صح. طب لو انا عاوز اعمل طولي كده يبقى كده هنعيد التثبيت تاني، هنثبت المندوب اللي هو H3 ونشيل التثبيت من على الشهر اللي هو E4 كده بإف 4 برضه، بإف 4 بتشيل التثبيت وتحط التثبيت وانتر ونقوم ساحبين كده عملت معانا، وبرضه هنيجي عند ابراهيم هنثبت الاي 3 اللي هو اسم المندوب، هنيجي عند ابراهيم ثبت الاي 3 اللي هو اسم المندوب ونشيل التثبيت من على اي 4 اللي هو الشهر وانتر وننزل، وكذلك عند خالد هنثبت جي 3 اللي هو اسم المندوب ونشيل التثبيت من على الشهر انتر وننزل، محسن برضو نفس الفكرة هنثبت اسم المندوب ونشيل التثبيت من على اسم الشهر انتر
ونسحب كده. يبقى احنا كده اتعلمنا النهارده دالة sum ifs اللي هي بتجمع بشروط معينة. خليك ذكي وخليك فطن ازاي تعرف تستخدم الدالة بتاعتك وازاي ان انت تعرف تاخد منها اكتر استفادة. احنا كده خلصنا. لو انت عندك اي استفسار سيبه في الكومنتات واحنا هنرد عليه في الفيديو القادم مع قناة اتعلم. معانا كل جديد في عالم الاكسل. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب.